فراخ بالكولا وراك سمان دي اغرب حاجه انا اكلتها في حياتي. اوه، تحفة. انيون تاجاها، انا جيت تاني مخصوص عشان اجرب الحاجات دي من المنيو عندهم. النهارده احنا هناكل في لاكي هاوس، بس المره دي الفرع الجديد اللي في المعادي. بعد ما رحت الفرع الاولاني اكتشفت ان هو اقدم فرع خالص، وان في احسن منه واجدد منه موجود في المعادي برضه، وبجد المكان مختلف كتير وشكله حلو جدا. واول ما شفت الترابيزه دي قلت لازم اقعد عليها، الترابيزه اللي بتلف دي مجنناني من زمان. طبعا اول حاجه عملناها ان احنا اخترنا اللي احنا عايزينه من المنيو، ونزل لنا بطيخ فور فري كنوع من انواع فواتح الشاي. واكيد مش هننسى الشاي الاخضر اللي موجود على كل ترابيزه علشان تغيروا الباليت او الطعم بتاع بقكم ما بين كل اكله واكله. في الوقت ده الاكل كان نزل، وبجد ما قدرتش اقاوم ان انا اقعد الف والعب بالترابيزه كده. اول حاجه بدانا بيها هو الجمبري المقلي بالكنافه، وبينزل معاه سويت تشيلي صوص بالمنظر ده، بجد طعمه كان وهم مقرمش جدا، وفي نفس الوقت الجمبري جوه مش اوفر كوكد وطعمه حلو قوي، فلازم تجربوه لما تروحوا هناك. تاني حاجه واللي كان نفسي اجربها من المره اللي فاتت وقلت لازم اطلبها المره دي، وهي الباو بانز، وهي عباره عن عجينه فلافي جدا بتتسوى على البخار وبيبقى جواها لحمه مفرومه. بجد كان طعمها حلو جدا، بس تعليقي الوحيد ان الحشوه عايزه تكتر شويه على البانز ذات نفسه. الطبق ده بقى هم رشحوهولي بشده ان انا اطلبه، وبجد طلع مفاجاه. دي اوراق سمان مقليه عليها بهارات فظيعه وورق لورا وبصل اخضر وشطه، فيها كل حاجه، بجد انفجار اطعمه. والطبق ده كان الكينج بتاع الوليمه دي، فاشكرهم جدا على الترشيح ده. وطبعا مش هينفع نمشي كده من غير ما نطلب السويت اند ساور بتاعتهم ونشوف بتقول ايه. بجد عجبتني جدا، والكوتنج بتاعها فضل مقرمش لحد ما خلصنا، وعجبت صحابي جدا كمان. نخش بقى على النودلز. دي كانت بيف نودلز بس من غير شوربه، كان فيها صويا صوص وخل وتوم وحاجات كتير وبوك تشوي، كان طعمها لذيذ ومزز شويه كده لو بتحبوا الطعم ده في الاكل. الطبق ده بقى صحابي كانوا ضده، اللي هو يعني ايه فراخ بالكولا، بس انا عشان بحب اجرب الحاجات الجديده والحاجات المجنونه فطلبت، وفعلا طلع طعمه حلو قوي شبه السويت اند ساور بس بطعم كولا كده شويه، مش عارفه اجيب لكم الطعم ازاي، وبرده عجبهم هم كمان في الاخر. النودلز التانية بقى كانت عباره عن برده بيف نودلز بس بالشوربه. الصراحه دي كانت بالنسبه لي بلين قوي، كان طعمها شوربه لحمه حرفيا وكمان من غير اي سيزونينج. بس اللي عجبني في طبقين النودلز عامه ان النودلز ذات نفسها معموله هاند ميد، فكان طعمها حلو قوي. اخر حاجه بقى حبيت ان انا اجرب برضو الفرايد رايس عندهم، كان شريمب فرايد رايس، والصراحه ما عجبنيش، طعم البيض فيه كان زفر، وكمان الشريمب برضو ما كانش احسن حاجه، فالصراحه لا يعني مش هطلبه تاني. قلنا في الاخر نشرب شويه مشاريب صينيه كده علشان نبقى خدنا التجربه كامله. اول واحد ده كنا مقلقين منه شويه، بس لما دقته بجد طعمه طلع رهيب، وهروح تاني علشان اجربه تاني او اشتري منه تاني. هو شاي بلبن صيني، فكنت حاسه ان انا بشرب بوبا تي حرفيا. وجربنا برضو الايس تي بالليمون، وكان سو ريفريشنج يا جماعه، كان حلو قوي برضو. اخر حاجه طلبت المشروب ده، واكتشفت في الاخر ان هو كوكونات ميلك، بس كتجربه انا حبيت المكان جدا واكيد هرجع له تاني. روحوا جربوا وقولوا لي رايكم فيه، وما تنسوش اللايك والفولو.